في عام 1375 قبل الميلاد كانت طيبة في أوج عظمتها، مدينة تعانق الشمس ومعابدها تشهد على حضارة لا تضاهى. ولكن خلف هذه العظمة كان الغليان يزداد. في قلبها عاش نفرحتب، مهندس عبقري لاذع اللسان وشديد الفضول. اختاره الفرعون إخناتون لتصميم مقابر مدينته المقدسة، شرف عظيم محفوف بالمخاطر. ولكن الكهنة القدامى الذين خسروا سلطتهم لم يكونوا راضين. راقبوا في صمت، وفي الظلال بدأوا ينسجون خيوط المؤامرة. ثم وقعت الجريمة. الكاهن الأكبر للإله آمون وجد مقتولا داخل مقبرة لم تكتمل بعد، وعلى الجدار نقشت لعنة بخط يشبه خط نفرحتب. اتهم بتدنيس المقدسات، أنكر، ولكن الدلائل كانت تشير إليه. وقف مكبولا أمام المحكمة، الجماهير تهتف طالبة بالعدالة. وفي الخلف وسط الزحام وقفت تيا، جارية نوبية صامتة تراقب بعين حادة. صدر الحكم: النفي إلى الصحراء، موت بطيء تحت لهيب الشمس. ولكن القدر كان له رأي آخر. في تلك الليلة تسللت تيا وفكت قيود نفرحتب، وفرا سويا. لا يملكان سوى حقيقة خطيرة. في عمق الصحراء وبين قسوة الطبيعة ولدت الثقة. وعلى ضوء نار خافتة كشفت تيا الحقيقة. الكاهن لم يقتل بلعنة، بل لأنه كشف السرقة. الكهنة كانوا يسرقون الذهب من المعابد ويلقون اللوم على الأشباح. الدلائل قادتهما إلى مكان خفي، متاهة تحت الأرض بناها نفرحتب نفسه منذ أعوام، ثم نسيها. عاد إلى المعبد، فتح الأرض تحته، وهناك وجد الطريق. الذهب كان هناك مخبوءا لا ملعونا، والطقوس لم تكن سوى مسرحية، دخان وأصوات لخداع الناس. كل الطرق قادت إلى مكان واحد، متاهة هوارة، صرح هندسي معقد بناه نفرحتب. وها هو يستيقظ من سباته. دخلها. كل حجر، كل جدار كان يعرفه. لم يكن سحرا بل هندسة. ولكن الخطر لم يزل. أمن موسى الكاهن الفاسد كان يتعقبهما. المتاهة امتلأت بالفخاخ، الجدران تتحرك، الأرض تهتز. ولكن نفرحتب قرأ النمط وفهم أن تصميمه القديم يمكن أن يصبح سلاحه الجديد. في أعماقها وجد غرفة مخفية، مخطوطات، أدوات، تصاميم، معرفة. خاف منها الناس فدفنوها. تيا أدركت أن هذه الرحلة لم تكن للبقاء فقط، بل لإعادة ما فقد من نور العلم والحقيقة. ولكن أمن موسى وصل، ورأى بعينه ما لا يستطيع السيطرة عليه، فارتعب. نفرحتب مد يده للسلام، ولكن الكراهية أغلقت قلب الكاهن. رفع عصاه فتصدت له تيا بشجاعة، ولكنه داس على آلية مخفية. تحركت الأرض وانغلقت الجدران، وسجن هو في الخزنة التي أراد أن يغلقها على الحقيقة. نفرحتب وتيا وقفا صامتين، لا نشوة نصر بل ثقل المسؤولية. عادا إلى العالم وليس معهما ذهب بل الحقيقة. كانا يحملان رسالة: أن يكشف المستور ويبنى ما هدم، ولعل أسماءهما تنسى يوما.
ولكن أثرهما سيبقى في كل حجر وفي كل عقل لا يخاف السؤال.